حكى لي صديق عايش في ألمانيا عن موظفة كانت تشتغل معه بنفس الشركة. هي الموظفة كانت وحدانية كتير، يعني ما عندها هيك إنه روح الاجتماعية، وكانت كتير هيك جسمها كتير ضعيف، جسمها كتير كتير هزيل هيك ونحيفة، وسبحان الله ما عندها جمال، يعني في عندها هيك سبحان الله بشاعة بالشكل. وبنت يعني تقدمت بالعمر، يعني عمرها تجاوز ال30 ولسه ما اجاها نصيب، ما تزوجت. فكانت كتير تزعل، كتير تتمنى تتزوج. كان دائما هيك عندها حزن شديد، تحكي للموظفين لزملائها، تشكي لهم، يعني عندها كتير اخوات اقارب صديقات، ولا انسان منهم يتصل فيها يسلم عليها او يعايدها. وكتير كتير كانت تبكي وتتمنى انه حدا يتزوجها. المهم هي الصبية بتختفي، ما عاد حدا يعرف عنها شيء او يسمع عنها شيء، ولا بيكتشفوا انه متوفية. هي حرام من كتر الوحدة والاكتئاب الحاد الشديد ومن الزعل وهيك وهالضغط النفسي، مدري شو صار، هيك شغلة معها قلب القلب وتوفت وما حدا دريان. لحتى هيك حسوا الجيران من ريحة اللي كانت عم تطلع من بيتها، يعني اخر شيء نادوا الشرطة، دخلوا على البيت اكتشفوا انه هي البنت صار لها ميتة عدة ايام. هي الموتة، هي موتة هالصبية، هي حادثة من آلاف الحوادث المشابهة. الشيء اللي بيزعل وحابب اقوله انه نحن ديننا ورب العالمين امرنا بصلة الرحم، وانه نوصل اقربائنا ونسلم عليهم ونحاكيهم، وحتى نزور أصدقائنا ومعارفنا نسلم عليهم نسأل عليهم. واحد منهم مرض نروح نزوره نحمل شي بإيدنا. أنه ليش ما عاد في هاللهفة هي؟ ليش أحيانا بتروح بتتصل بقريب إلك بتسلم عليه بحرارة وبتكون فرحان، بيجاوبك برود عاطفي؟ والغربة كتير قاسية، يعني الإنسان لما يعيش بغربة كتير بيحب وبيتروحن لما أي شخص من بلاده يسلم عليه أو يحكي معه أو يتواصل معه أو يسلم عليه. يعني أنا واحد من الناس لما يجيني اتصال من صديق لإلي معرفة قديمة كتير بنبسط، كتير بتروحها، ما بحسه إلا أخي من لحمي ودمي. هي البنت اللي توفت مو حرام؟ هي البنت حرام كانت تجي شي وحدة من أقاربها تسعى لها بعريس؟ حرام لو وحدة من معارفها أو من صديقاتها تواسيها، توقف معها تقول لها طولي بالك، ادعي، صلي على النبي، اذكري رب العالمين، تهدي لها نفسها؟ حرام. بتلاقي أخ عنده أخت ما بيسأل عليها بليرة، ولما بيصير موضوع الورثة بيجي بيقول لك وللذكر مثل حظ الأنثيين، ونسيان أنه رب العالمين عطاه القوامة وخلاله أنه هو يورث ضعف البنت، بس أمره أنه يساعدها يصرف عليها وينفقها من دون ما يذلها أو يتحكم فيها. بستغرب من الشباب يلي بدها تتزوج مستعد يتزوج أوسخ إنسانة أجنبية ويصاحب بالحرام لو أقبح إنسانة أجنبية، ولما الشغلة بتوقف على الحلال على بنت بلاده بيصير بيتأفف. إيه ما كتير ملتزمة دينيا، حلوة بشعة طويلة قصيرة، بيطالع ألف علة. وعلى فكرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تزوج يلي أكبر منه بالعمر، فكتير شباب تقول لك أنا بدي 40، بدي 30، ولما يتقدم لها بتقول له بس أنت كيف بدك تتزوجني وأنت أصغر مني؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة خديجة. كمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على فكرة تزوج الغير جميلة. يعني انت اذا بتتزوج انسانه هيك تقيه بتخاف رب العالمين بس ما عندها الجمال الك ثواب، وهذا الشيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كمان عمله. ويا اباء ويا امهات لا تاخروا ولا تضيعوا فرص الزواج على بناتكم. الدراسه مو حجه لتاخير الزواج، علموا بنتكم انه تقدر تتزوج وتدرس. لا تأخروا فرص زواج بنتكم لحتى يصير هيك عندها خشونة، لحتى تبلش بقى تتباشع وتأسى. زوجوها لعل وعسى رب العالمين يرزقها بأطفال هدول يكبروا يصرفوا عليها يساعدوها، لأنه إخواتها بهذا الزمن كل واحد اللهم نفسي. أولادكم إخواتها الشباب، إذا بنتكم كبرت وما تزوجت وما لها حدا وانكسرت، أولادكم نفسهم هدول الشباب إذا بيكون عم ياكل سندويشة الشاورما ما بيصحى يقسم شقفة لأخته،
لانه حرام بيموت من الجوع اذا شقفه من السندويشه اللي عم ياكلها عطاها لاخته، بيموت وضعه على قده يا حرام. عنده ابنه بيحشيه بيطعميه بيعرفه بيجيب له العاب، اما اذا وقفت الشغله انه يفرح اخته بكم ليره بس بهديه بسيطه بيفلس. ابنه اهم. واذا حدا هيك حننه على اخته وذكره او حرك له النخوه تبعه وجاب له ربطه خبز بس لاخته، بده يتحكم فيها، بده يذلها، بده اياها هيك تمشي على كيفه، بدها تصير خدامه عنده. فخلونا نحاسب انفسنا ونراجع انفسنا ونتوب لرب العالمين ونتقي رب العالمين ونسال على بعضنا ونحب بعضنا ونشوف هيك نحل مشاكل بعضنا.